الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم أهلي وناس الطيبين؟ يا رب بخير صحة وسلامة وعافية وراحة بال، وإن شاء الله ما تشوفون شر. وأقول لكم يا أهلا وسهلا باللي انضم للقناة، نورتوني وأسعدني وجودكم بالقناة، وللقديمين أنتوا جزء من القناة. تعالوا معانا اليوم بريوق عراقي، ريوق جيل الطيبين. أكيد هاي كلها تعرفها وأني دائما أسويها وأنزلها بالقناة. بنات، أني هواية جتني يعني سؤال، تقولي شلون ليش بس الريوق تطلعينه اللي احنا نسميه هذا خبز بدهن، ليش ما تطلعينه الطريقة مالته؟ حبايب قلبي، أني ما أسوي طريقته. أني مو يوم أخبز وأريد يعني أسوي خبز بدهن، أشيل من العجين نفسه مالت الخبز اللي عادي اللي أخبز بيه، أشيل لي فد قطعة أو قطعتين وأسويهم إلهم ريوق. أو إذا كان عشاء، لأن تعرفون العشاء العراقي دائما يكون بسيط إذا ماكو أحد، وإذا كان بس للأطفال نسوي لهم هذا العشاء اللي هو جبن وبيض وشاي أو طماطة حمص وكباب طاوة وهاي شغلات. فإذا كان خاطر وياها يعني اللبن الروبة، تسوين معاها هاي خبز بدهن كلش طيب. يصير أبنات أنا ما أسويها، هي طريقة نفس طريقة العجين اللي نخبزه خبز عادي، خمرة وملح وطحين عادي. إذا كان عندك طحين صفر بعد أحسن خلي وياه، بس لا تسوينه بوحدة صفر، لأن الطحين الصفر يصير مثل العلوشة بالقوة تنوكل. العفو حبايبي. وهنا جينا نصب لهم شاي. طه أفندي مستلم الموبايل ويقين تتباوع وياه، وأنا هنا دا أسوي لهم اللفات. صراحة أنا من عشاق هاي الخبز بدهن. هنا خليت لهم شوية من القمر، طه يحب وياها البيض، كل من حسب رغبته اللي ياكلها. وهنا خلصنا الريوق وجينا للغدا. يا أهلا وسهلا باللي انضم للقناة مرة ثانية. وهنا جايين نسوي أو دا نسوي اللوبيا الخضراء أو الفاصوليا. هنا بنات أنا هاي طريقتي باللوبيا الخضراء. خليت لها معجون، إذا كان عندكم عصير طماطة عادي خلوها، إذا عندكم يعني ممرودة أو هاي، أنا ما كان متواجد عندي كليتها قواي فقلت حرامات أخليها، فبس خليت معجون وما أكثرها لين بس أنا أكلها ويقين كلتها ما ياكلونها. فسويت كلش قليل، وأنا عندي إلهم فاصوليا أو اليابسة بالثلاجة فحميتها إلهم. قلت اللي ياكل منها ياكل، ما ياكل والله أكلوا من عندها، بس أكثر شي أكلوا اليابسة. هنا جيت أصب التمن. أنا قلت لكم قبل بالفيديوهات يقين وطه ما ياكلون، يعني أخليهم حتى يتعودون يتعلمون ياكلون بروحهم. ليش أضل أنا وأبوهم ناكلون؟ والله طه أكثر المرات يعني ما ياكل يتمزعل، فأخلي بيني وبين أبوه حتى ما يتمزعل ياكل غصبا عليه. مو جباري، لذاك شوفه يعني ما يريد ياكل هاي الشغلات أقول له شبعان أو أنا موكلته أعرف بيه، بس لا والله من ما ياكل أخلي أبوي يوكله حتى ما يبقى يتمزعل. وهذا كان غدانا، واللهم يزيد النعمة علينا وعليكم حبايبي. هنا حولناها على المائدة، لين أصوركم يكون إضاءة أكثر شي على الكاونتر، كلش حلو الإضاءة. احجولنا شلون وياكم تغيير الجو، همين سخنتوا تمرضتوا، وإن شاء الله يا ربي ما بيكم غير بس العافية، ويا ربي صحة وخير وسلام عليكم. هنا جينا تستغربون هذا انفجار صار بالبيت. لا أنا قلت لكم بالفيديو السابق عندي البوفية كلش تعبانة، يراد لها يعني تعديل وترميم، فسحبناها وبدينا الرمم بيها. هنا جيت الاستقبال طه أفندي ويقين لاعبين بالكوشات، كل من يشمر على الله. وهنا مثل ما تشوفون برعاية طه دي يساعد أبوه، سحبنا البوفية ودن.
ومثل ما شفتوا حبايبي هنا دقدقناها وخليناها بمكانها، ورحت جبت أختي وجيت اللي هي أم عليوي جتي خطية تساعدني. هنا مثل ما تشوفون بدينا ننضد النضد. أنا صراحة مو من عشاق النضد ولا أحب النضد، بس شو أسوي. هنا أنا جيت أشوفكم هاي بقت، يعني أنا ما أخلي ملابس أطفال كلها أنطيها. هاي الزمن وهذا الطاهة والأبو شو اسمه هذا إيه الفراولة اليقين، فقط أخلي لهم غلقط. وهاي ما أعرف منين زمن طلعتها، يعني أنا كل الملابس أنطيها، هي يمكن كانت محتفظة بي شايلته، يعني دائما أقولها هذا إلك وهذا هيجي فمحتفظة بيه. أنا ملابس الأطفال كلها أنطيها ما أبقي نهائيا. ملابس شتوية يعني اللي يصغر على زمن ما أخلي اليقين، هم أنطي راسة ما أخلي، لأن ما شاء الله فرق يعني كلش كبير بين زمن ويقين، يعني بال5 سنوات 6 سنوات يعني ما أبقيهم، لا أنطيهم كلها. مواعين ما أبقي، اللي ما أريده كله أنطيه. ما يعني ما أحب أخلي وأشيل يعني يصير هوسة، لأن أنا بيتي كلش صغير، يعني إذا أبقي يصير هواية. ملابس إلي ملابس الزوجي لأطفالي كلها أنطيها ما أخليهم. بس أشوفهم يعني الناس اللي تريدها أو أدزهم لأختي، يعني شوف كل من يريد أنطيه ما أخلي أبدا ملابس أشيلهم وأضمهم، لا. كنت شايلة ملابس الزمن ويقين، مثل ملابس الكردية هاي هيك مالت المناسبات والهاي، وفساتين قصيرة، لأن أنطيهم يقولون إحنا ما نلبسيش قصير أو ما نلبس كردي، فكنت شايلتهم محتفظة بيهم. والبارحة الحمد لله من صارت أمونة بعد روحي انطيتهم لأختي تلبسهم بالعافية. حتى الملابس الطاهة أنطيهم، يعني ما أخليهم ملابس اللي ما أريدها كلها أنطيها. وهنا مثل ما تشوفون حبايبي جيت أني قلت متحملة ومتحملة وكملت تنظيف، وهاي خلي أرجي أخذ هيك مسحة كلش خفيفة للكاونتر، لأن أني كنت غاسلته قبل بيوم ما صورته وياكم. وهنا زمن أخذت خالتها وصعدت بالسطح يغسلون السطح، وأني بغيت وحدي بالبيت. فهنا مثل ما تشوفون ما خلوا طاها ويقين من الكتب والدفاتر والألبومات طلعوها فتحوها بالقاع، ما خلوا صورة مشقوها، ما خلوا كتاب أو سجلات اللي ما أريده كلها، يعني فسخة تفسيخ. يعني أني ملتهية بالشغل وهم لعبوا جولة. فشفتوا هنا كل الهوسة طلعتها، وش عندي تكرمون زبالة بالترك يعني مالت الطباخ والهاي ما أريدها، معزلة المجرات والهذا من ورق سيليفون وهاي الأشياء، فكلها مطلعتها، فكلها سحبتها للحوش حتى أخليهم فد سلة مالت الزبالة، وأخلي أبو زمن يشمرهم. هنا هاي النهاية مالت الفيديو، لا بعد مو نهاية، تعالوا ويانا كملوا شوفوا النتيجة مالت النضد وانطوني رايكم بيها. أنا صراحة مو من عشاق النضد، حتى إذا قلتوا مو حلو أنا أتقبل لأن ما أحب النضد وما أحب أشيل فراش. هنا أنا يعني بأثناء كنا نصفط الفراش، أختي أم علي تقول كنتي تجين للبيت تقولين بيعوه شنو هاي قلت له أني النضد مالتي كله بيد الفراش مال المنام مالكم. أمي لو شوفوها يعني عندها نضد، هم راح أشوفكم النضد مالتها من الغرفة. عندنا 5 أمتار قبل يعني مالتنا، من تقول الغرفة من هنا من الشباك للحائط هي كلها نضد، وحد هسه ما تنطيهم ولا تبيعهم ولا تخلينا نبدلهم. هي تبدل يعني وجوههم بين كل 4 5 سنوات تسوي عليهم تجديد. قلت لها المرة ماكو جديد، إذا جددتي هالمرة كلها بيع وتشترين جديد بطانيات، وهاي اللحف أحسن. ما
ما حد راح يقبل بهاي هسه كله. إذا حتى قلت لها باكر إذا جننتي ما راح تقبل بهاي النظر. كل حياتي يريدون هذا الموديل الجديد. انتي شنو شال على قلبك وشال على قلبنا كل ما نفتح النظر. والله أنا وأم عليه وينشل على قلبنا. واي هنا مثل ما تشوفون كملنا النظر وفرشنا وقلنا خلي نكمل الجولة بالبيت وأشوفكم لأن شوي سرعت لين ما يصير عليكم كلش طويل. هنا يقولون تبكي جدي هي وطاها متعاركي. اليوم أنا أصور لكم بدال ماما. شلونكم؟ وهذا الحج يقولي لهم هيانا ايدي شنو؟ هذا حجي. هذا حجي. ديانة. هذا الشرطة. وانت قرب ليش فتح باب الثلاجة؟ شنو انت؟ شنو؟ ايش حاطط حكي؟ حبايبي هاي النتيجة مالت النظر وانطوني رايكم بيها. شفتوا العركة مال طه ويقين لين خطية هي دائما الضحية يقونه. وهاي نهاية البوفية وهاي هيج كملته. وهاي مكياجي القليل. أنا ما أحب المكياج مثل قبل يا ما حد عنده مكياج مثلي. لأن تعرفون قبل صاحبة الكوزمتيك والمحلات وهاي الشغلات تعرفون المكياج مالتها شلون يكون. وهاي النتيجة مالت النظر مالتي. وإذا أقول لكم شوفوا هاي المكياج مالتي. أنا صراحة المكياج كله نطيب ما أبقي. اللي أريده والما أريده أشمره. وهاي الطريقة. والعشاء خطية من إيد زمونة سوت لنا شمشمالي وبتيته هم خلت وياها شمشمالي. اللي الشمشمالي ما يعرفه شنو هو القيمة وطماطة وبصل أو يصير بالهمبرجر أو يصير بصدر الدجاج. واللي يوصل لهنا حبايب قلبي لا ينسينا باللايك والتعليق الحلو. وتسلموا لي على كل تعليق حلو إجاني العفو. الصراحة أنا قرأت هواي تعليقات سلبية ومساحتها ما حبيت أضوجكم ولا أنا أضوج روحي. لأن تعرفون التعليقات السلبية ما أحب أذكرها نهائيا هنا. وأحب بس أذكر التعليقات الإيجابية وأقول لكم يا أهلا وسهلا بكم. وحبايب قلبي انتو لهنا ينتهي الفيديو مع ألف سلامة.